ازاي تعمل صورتك عن طريق الذكاء الاصطناعي مجانا؟ ركز معايا في الفيديو ده قوي. انا نزلت فيديوهين، فيديو ازاي تعمل صورتك مجانا بس بطريقه ثانيه، وفيديو ثاني وضحنا في الفيديو التطبيقات اللي هتقدر تحول صورتك عن طريقها، بس الايفون كان مجانا والاندرويد كان بفلوس. فانا قلت لكم في الفيديو ده هحاول اوصل لنسخه او اي حاجه مدفوعه او طريقه ان احنا نعمل الصور دي من غير ما ندفع جنيه واحد بس. زي ما انتم شايفين الفيديو اللي انا مشغله دلوقتي، الفيديو ده قدامك يا صاحبي. انا بحاول افتح التطبيق من غير ما استخدم الطريقه اللي انا هعرفها لك علشان اقدر اعمل الصور بتاعتي. بيقول لي لازم تدفع الاول. انا مش عاوز ادفع فلوس او مش معايا فلوس ان انا ادفع علشان اعمل الصور بتاعتي. هوريك دلوقتي وصدقني انت بعد الفيديو ده والله انت هتدعي لي حرفيا. بس اتمنى بالله عليك لو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تشترك، لان ده هيفرق معايا قوي. حبيت كده اسجل الطريقه تسجيل شاشه علشان لما اتكلم معاكم في الفيديو دلوقتي الفيديو ما يطولش، لان انا عندي مشكله في النت. فلو كنت طلعت عملت كده الطريقه معاك مباشر دلوقتي فالفيديو كان هيطول وهيبقى فيه مشاكل كتير هتقابلنا بسبب النت. بسرعه كده زي ما انت شايف يا صاحبي، انا نزلت تطبيق VPN. هسيب لك الرابط بتاعه مباشر. هتبدا تدخل على التطبيق. اول ما تدخل هتلاقي كلام ظهر لك ومكتوب يس ونو، فانت هتبدا تحدد على اليس وبعد كده هتبدا تعمل ستارت. بعد ما هتعمل ستارت استنى كده لحد ما العلامه تظهر لك فوق، في علامه VPN هتظهر معاك. وبعد كده لازم تلقائي يحولك على الصفحه دي. يعني علشان يحولك على الصفحه دي انت كده تتاكد ان انت ماشي صح. طب هتعمل ايه هنا؟ هتبدا ترجع عادي وتبدا تروح على الاختيار دوت زي ما انا دخلت كده، وتبدا تحدد على الولايات المتحده هتلاقيها في الاخر. طيب بعد ما تحدد على الولايات المتحده هيبدا ان هو يتصل مباشره على الولايات المتحده وكانك بالظبط انت في الولايات المتحده، وهتبدا ترجع عادي تروح تفتح التطبيق. اهم في ده كله لازم التطبيق ما تكونش مثلا مستخدمه قبل كده، او حتى لو استخدمته تمسح البيانات. لو مش عارف تمسح البيانات ازاي، تدخل على الاعدادات وتجيب التخزين وتعمل مسح البيانات، او ان انت تمسحه خالص وتبدا تنزله مره ثانيه. تمام؟ وما تدخلش عليه الا بعد ما تتصل على الولايات المتحده. اظن كده لحد دلوقتي الموضوع سهل مفيش اي صعوبه. هتبدا تستخدم التطبيق عادي جدا، اللي هو هتروح عادي تدخل على التطبيق تعدي الكام خطوه اللي هيظهروا لك، وهتبدا تدخل تختار الصور بتاعتك. وزي ما انت شايف كده هتختار من 8 ل 10، وطبعا هيدي لك وقت هنشوف الوقت قد ايه بالظبط. لو تلاحظ هنا هتلاقي هو بيقول لي ابلود للصور بتاعتي، وبعد كده هيبدا يدي لك وقت اللي هو حوالي تقريبا 16 دقيقه او اقل من كده لو النت عندك كويس. تمام؟ هيجي لك طبعا بعد تحميل الصور دي حوالي 50 صوره باشكال مختلفه هتعجبك. بس لازم يا صاحبي الصور بتاعتك اللي ترفعها في التطبيق تكون سيلفي ويكون شكلك واضح فيها عشان يظهر لك شكلك الحقيقي في الصور. زي ما هتشوف دلوقتي انا اللي في الصور بالظبط، يعني حرفيا قدامك اهو زي ما انت شايف هتلاقي نفس الشكل هو اللي قدامك دلوقتي. يعني الافضل ان انت ترفع صور زي ما قلت لك سيلفي ويكون شكلك واضح فيها. تمام؟ زي ما انت شايف كده صاحبي 50 صوره نزلوا معانا دلوقتي. انا طبعا كملت الفيديو عن طريق الموبايل صوت علشان الكاميرا للاسف البطاريه فصلت. فزي ما انت شايف كده احنا كده يعتبر خلصنا شرحنا النهارده او طريقه النهارده. هتبدا تدخل وتحمل الصوره اللي انت عاوزها، او ممكن تحمل كل الصور وهتحمله معاك في اسرع وقت. اتمنى بالله عليك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.